يا مساء الخير والسعادة والسكر الزيادة على أحلى مشاهدي برنامج مع ماجي في رمضان. كل لحظة وحضراتكم طيبين وبصحة وعافية دايما يا رب العالمين، ورمضان كريم. برنامجنا داعم للشيفات المبتدئين والمبتدئات والمتميزين والمتميزات اللي هيقدموا لنا ألذ الوصفات بأقل الإمكانيات مع ماجي في رمضان. ضيوفي النهاردة إن شاء الله معايا الشيفتين الجميلتين، معايا شيف ميرو ومعايا شيف ماهي. النهاردة إن شاء الله تبقى حلقة حلوة جدا، تابعونا هنشوف هيعملوا لنا إيه النهاردة. انتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا من الفاصل مع شيف ماهي عيسى معانا. هتعمل لنا بقى النهارده وصفات ايه يا شيف ماهي؟ ان شاء الله النهارده هنعمل الاول كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه حبيبتي. عايزين نعمل اكله تكون حلوه وفي نفس الوقت اقتصاديه شويه، يعني مش هنحط فيها لحمه كتير. هنعمل صينيه بطاطس بيوري باللحمه المفرومه والخضار عشان نزود قيمتها الغذائيه وبرده نقلل كميه اللحمه شويه. تمام. هنقول المكونات مع بعض. تمام. معايا هنا كيلو بطاطس مغسوله متقشره ومسلوقه. بطاطس مسلوقه وهنهرسها يعني. هنهرسها بقى دلوقتي. ومعايا ربع كيلو لحمه مفرومه ممكن اقل. اوكي. معايا بقى بصي كل انواع الخضار، يعني معلقه ثوم مهروس. تمام. بصلايه متخرطه، فلفل اخضر، فلفل اصفر، فلفل الوان، طماطم وجزر مبشور. تمام. كل ده خضار قيمه غذائيه كويسه. بالظبط كده. هتديكي كميه لحمه حلوه وفي نفس الوقت هتديكي قيمه غذائيه عاليه. تمام. ممكن بقى نحط الطاسه ونشتغل ونشرحي لنا وانت بتشتغلي. نبدا بسم الله. بسم الله. احنا بنرحب بيكي طبعا ومنورانا في ماجي في رمضان. طبعا احنا اصحاب من زمان بس اول مره بقى نلتقي فمنورانا بجد. ربنا يخليكي، منور بيكي يا شيف ماجي. بنحط زيت وزبده ولا ممكن نحط حاجه براحتك؟ عايزه تحطي معلقه زيت، معلقه زبده، معلقه زيت على زبده، براحتك خالص. تمام. انا حطيت بس معلقه زبده كده تسيح بس شويه، وهبدا انزل باللحمه المفرومه. انا بحب انزل باللحمه المفرومه الاول قبل الخضار عشان اديها صدمه كده، وبعدين نبدا نحط بقى الخضار بتاعنا واحده واحده. صحيح. هو نقدر نحط البصل الاول ممكن نحط اللحمه الاول، بس هي اللحمه بفضل ان انا احط اللحمه الاول. صح. تاخد صدمه كده فبتبقى احسن، تحتفظ بالجوز بتاعها وبالفوائد بتاعتها وما تجيبش دمها، ما تبقاش مزفره. لا ما انا مذاكره ما تقلقيش. انا يعني عامله دور المذيعه، لكن انت عارفه ان انا مش طبعا. ما هي دي احلى حاجه ان المذيع يبقى هو نفسه فاهم في اللي هو بيذيع فيه. لازم نشرح للناس طبعا. ادي كده عايزاكي تشرحي كل حاجه بالتفاصيل. هنا معلقه الزبده زي ما قلنا، اي ماده دهنيه، زبده، زيت، سمنه، حسب ما انا بستخدم، ما عنديش حاجه معينه. هنحط اللحمه كده بسرعه. لازم نسمع الفريش دي كده عشان نعرف ان الطاسه سخنت. طبعا صح كده. اول ما تبدا تغير لونها، انا مش هقلبها كتير عشان زي ما احنا قلنا تبقى جوسي كده. صح. اول ما تغير لونها ابدا انزل بالخضار بتاعها. اوكي. ايه اللي حبيبك في المطبخ بقى يا شيف ماهي؟ وقول لي انا بدات ازاي؟ هقول لك على مفاجاه. اصلا انا ماليش في الطبخ قوي يعني. بس انا بحب الحلويات جدا. انا عارفه طبعا. انا اصلا اخصائيه تحاليل طبيه، تمام، ماليش في الليله دي خالص. بس انا دي حاجه حلوه، بتعملي حاجه انت درساها. بحب جدا الحلويات قوي. بدات بترك وبعدين دخلت في الشرقي، وبعدين انا شايفاها بدات تدخل على الحوادق بس غربي، فربنا يستر بقى. حلو الغربي برضه تغيير. بس كده ابتدت تغير لونها على طول، ما خدتش معانا وقت لان المفروم ما بياخدش وقت. حط بقى معلقه ثوم. بصي احنا ممكن نستغنى عن الثوم والبصل، واحنا نحط ثوم باودر وبصل باودر. مش ثوم ولا بصل، نحط النكهه بس يعني. بس انا بفضلهم برده كده. هي قيمه غذائيه صحي جدا جدا، مضاد حيوي طبيعي يعني. تمام. وبرده بيدي نكهه في الاكل مش طبيعيه. بس انت بتسهلي على المشاهد برضه، هو حابب يستخدم ايه؟ الا اللي مش عايز يستعمل الثوم والبصل كده. عندي مثلا بالظبط، وانا ما عنديش حاجه فمش هوقف الدنيا، هشتغل. احط البصل. ده البصل مقطعاه مكعبات عادي جدا، ما فيهوش اي فن يعني، عارفه مكعبات. واللي مش حابه ممكن يعني عايز تاخد فايده البصل ممكن يقطع جوليان. لو حد ياخد فايده البصل مش عاوز يحس بيه ممكن يبشره، صح؟ ممكن جدا. مش هيحس بيه وهو بياكله، مش هيحس بيه. بس برضه طعمه هيبقى موجود، النكهه بتاعته تبقى حلوه وموجوده يعني. ما في ناس بتحب الطعم بس ما بتحسش بيه وهي بتجرشه كده. وفي ناس بصي بقى انا بحب احس بالخضار، يعني كل خضار يبقى ليه شخصيته. انا بحب نفس البصل يعني احب اكل المعلقه يبقى فيها طعم البصل، فيها طعم الخضار، فيها طعم اللحمه. وتوابلنا هتبقى ايه بقى؟ يعني هتبهري اللحمه دي ايه اللي هيبقى ظاهر فيها في التوابل؟ بس مش هحط توابل كتير عشان بقيه الخضار معايا طعمه يبان. يعني انا احط ايه؟ الاساسي ملح وفلفل، فلفل اسود، كمون، و7 حبات او 7 بهارات، البهارات العاديه. ما هي دي خليط بقى من كل البهارات بس كده. يعني بقى مش هنحط ولا كركم ولا بابريكا ولا اي حاجه ثانيه. 7 بهارات، 7 حاجات اصلا. يعني انا هكتفي بدول بس حلوه كده.
بس هنبدا ننزل بص بقى بالترتيب كده، هننزل بقى عشان كده انت رصاهم بالظبط كده. قولي لنا بقى واحده واحده عشان اللي لسه اول مره يتفرج. فلفل اخضر ومتقطع وفلفل اصفر. ممكن برضه نستغنى عن الفلفل الالوان، الفلفل الاخضر هيبقى زي الفل. تمام. وسبايسي لو انا حابه مثلا بصرف النظر عن رمضان ممكن احط فلفل سبايسي. انا بقى دلوقتي هقطع يعني حتتين كده سبايسي بس حته صغيره. بصي شريحتين ثلاثه عشان احنا صايمين مش هينفع ناخد طالبه شطه خالص. انا يعني هاخد كام سلايس كده بس. ريحه حلوه. شوف ماهي ده لسه بقى اصبري لما تخلص بقى هتشمي ريحه ده فلفل احمر. ده فلفل احمر. انا كنت فاكراه طماطم فكنت اقول لك استغربت. في طماطم بس في طماطم فعلا معانا. لسه في طماطم كله معانا. كله معانا. اهم حاجه ما حدش علينا بس معانا بس. ممكن بقى نستغنى عن اللحمه المفرومه خالص. عايزه اقول لك بقى تمام يعني ممكن تقضيها كده خضار ومن غير لحمه مفرومه خالص. وصفه اقتصاديه. وممكن نحط مشروم. وممكن مشروم يبقى خدنا فيه مغذيه وما خدناش لحوم. وممكن قطع فراخ صغيره. ممكن كل حاجه هتنفع. ممكن صدر فرخه بايت عندي، حته لحمه بايت عندي مسلوقه شويه اتبقت من رمضان. عارفه اكل رمضان بيتبقى منه دايما. ثاني يوم اعمليها العمله دي. استغلها بقى اعاده تدوير بس كده واعمل وصفه جديده. معلقه زبده والخضار والحته اللحمه او الفراخ المتبقيه عندك. برافو عليك. وحطي كله على النار وهتطلع لك اكله جديده خالص. مش عارفه ألذ في الموضوع هنا. انا حابه ايه دلوقتي؟ كل اللي عارف ناجي كل اللي عارف ناجي في هنا. ليه بقى؟ بما انك بقى دكتوره تغذيه وفاهمه في الموضوع، كل ما بنزود قيمه غذائيه بنزود لون بنزود قيمه غذائيه. صح كده؟ طبعا. دي حاجه من عند ربنا بقى. الاولاد الصغيرين اللي اصلا ما بياكلوش خضار، فطب هتحطيه لهم فين؟ كنت لسه بقول كده في معظم حلقاتي اقول احنا بنضحك عليهم وندخل الخضار في الوصفه. انا بضحك على عيالي مضطرين اضحك عليهم وادخله لهم بقى في الاكلات دي. بس احنا زمان لما كان يعني ماما ولا بابا يدونا حاجه خضار كنا بناكلها. دلوقتي يعني زمان لو عملتي ايه؟ تجيب لهم بيتزا وهتحط لهم جوه بقى عشان حتى هيشيلوها من على الوش. ما انا بقى استغليت الموضوع ده. يعني اشمعنى البيتزا بتاكلوا فيها الخضار؟ انا هحط لكم خضار في البيت وهتاكلوه برضه. لا ما انا اكتشفت ان هم بيشيلوا الخضار من على البيتزا بقى. لا ما احنا هنحط لهم بقى في حته مش عارفه يشيلوه. صحيح. نفرمه مع العجينه. ممكن بقى تحطي شرايح زيتون لو عندك. بس انا بصي بكتفي بيها كده بصراحه كده. هي كده بصراحه كذا لون وقيمه غذائيه حلوه. بصي ما شاء الله يعني من ربع كيلو لحمه بصي اديتك كميه قد ايه. ممكن بقى نسيبها تاخد وتدي مع نفسها ونعمل في البطاطس ونجهز وصفتنا. تمام. نشوف بس دول. تمام. خليهم في بعض كده هنا. تمام. البطاطس دي سلقتيها متقشره ولا بقشرها؟ لا انا بقشرها وبتقطعيها وبعدين بقطعها وبعدين بقى بسلقها. يعني احنا مش عايزينها ناعمه قوي زي البوريه اللي هي بتبقى بتتعمل بالمصفى والكلام من ده. عايزاها ناعمه جدا. عايزاها ناعمه جدا جدا. ولسه هنعمها. بس انا ليا طريقه كده بس يعني معظم الناس بتزعل مني فيها بس بتطلع الوصفه صح يعني. لا انا عايزاها بصي ان انت تعمليها في مصفى سلك. شوف ماهي وتبداي تدوسي عليها لحد ما تنزل بقى مطحونه يعني. حلوه بس انا عارفه بس صعبه يعني. انا كده واروح حاطه بقى زبده سايحه ولبن. قولي لي كده انت فاضيه فبقول لهم انا بحب اعمل الحاجه بتقوم بس النتيجه تبقى مثاليه. انا شغاله الصبح. طبعا. فعشان اجي بقى عايزه اختصر يعني بسرعه. كل واحد حسب ظروفه بقى. بالظبط كده. ممكن انا عايزين نوطي عليها شويه. تمام. عايزه اقول لك بقى ان الوجبه دي سهله جدا. يعني لو واحده مثلا في رمضان وشغاله زي حالاتي كده تمام تبقى معصجه اللحمه وحطها في الفريزر تطلعها الصبح. احطها لك عشان تخمر شويه. ممكن برضه عشان تخلصوا بسرعه. هتيجي تهرس البطاطس تروح عامله الصينيه خلص الفطار بالنسبه لك. انا بصراحه من عشاق الاكلات السريعه والسهله واللي تبقى في نفسها هي وجبه كلها على بعضها. حط لها لبن. انا لبن واحط لها زبده. بس بس كده خلاص. اعتقد شكلها بقى كويس. بصي دي معلقتين سمنه بس عشان الشتاء جنبه تاني. معلقتين سمنه زبده سيحتهم. تمام. يعني ممكن نحط زبده وممكن نحط سمنه اللي احنا حابينه. بس هي بالزبده هتبقى احلى. وهتبقى اخف كمان. بالظبط كده. بص اللبن مش هحط اللبن نور بقى ولا ساقع ولا عادي درجه حراره زي ما هو عادي او درجه حراره المطبخ. مش هحط كتير لغايه ما اجي من الاول واشوف لان انت سلقاها في ميه فاوريدي هتبقى طريه. انا مصفياها كمان. بس انا برضو البطاطس انت عارفه مش كلها زي بعض. صحيح. في بطاطس بتشرب سوائل في بطاطس زي الدقيق بتشرب سوائل بالظبط كده. فانا مش عايزاها برضو تبقى يعني ميه قوي. ايوه. انا هعجن كده واحده واحده واشوف لو احتاجت لبن تاني هنحط. والجبن دي تستخدميها على الوش. انا مش عاملها ببشاميل.
فانا هنحط الجبن دي هتديها برضو قيمه غذائيه. مايله برضه للغرب برضه، هو في دمك الغربي. شفت مفيش فايده. مش هعمل بشاميل اقلب شاي. انا قلت لك انا لما احشي اكلها بس. لما احشي الطواجن انا اكلها بس. كل واحد بيعمل اللي مايل لقلبه. بالظبط. ده حلو، احنا تقدمنا كتير يا شيف ناجي، انا ما كنتش ليا في المطبخ اصلا يعني. لا ازاي بقى؟ انت طالعه هنا يعني واجهه مشرفه، مش لازم تبقي في الطرق بس. عايزه اقول لك دي ممكن انا اعملها سندوتشات كده من غير اي حاجه. مش محتاجه حاجه ثانيه. بس هحط شويه كمان، بس لسه برضه محتاجه شويه. رايك كده اطفي عليها عشان لسه هتخش فرن؟ كده حلو قوي. بصي الوجبه دي بتبقى جاهزه، يعني اللحمه مستويه، بطاطس مستويه، انا بدخل الفرن عشان بس الجبن تسيح. بالظبط. وكل يدخل مع بعض. وصفه سريعه جدا مش هتاخد اي وقت. انا بقول لك دي تنفع حلو قوي لو انت معصجه اللحمه وحطاها في الفريزر، هتيجي تسلقي البطاطس وخلاص كده. وتنفع في عزومه كده لما احب ازود صنف. صح كده؟ وطعمها شكل وطعم دلوقتي، وكلها على بعضها وجبه كامله، فاهماني؟ ودي اهم حاجه بقى، عشان ما اقعدش اعمل رز وخضار وبروتين، لا هو كله مع بعضه ننجز. ورينا بقى هتركبي الطاجن ازاي. اشيل لك الغطا عشان يهدى. بصي خلي بس الفاضي ده ورا كده عشان تبقى ده قدام ايدك. ايوه. وري بس ده مشاهدينا هتعملوا ايه. اي طاجن بايركس عندي، اي طاجن، اي صينيه هنبدا نعمل فيها. حطي نص الكميه زي ما كنا هنركب مثلا نجريسكو او لازانيا او بشاميل او كده. بالظبط كده. حط النص كده. انا بعمل الوصفه دي باكتر من طريقه على فكره. ساعات بعملها كبد وقوانص. ايوه ما هتنفع معاكي بقى في اي حشوه، يعني بصي مش هتقول لك لا في اي حشوه. يعني انت بتدي الفكره واللي حابب يغير الحشوه يغير. بالظبط. عايزين بقى ايه سباتشولا او اي حاجه. وممكن نحط فراخ فيها بس. طبعا هتمشي معاكي. السباتشولا احسن بظهرها اعتقد هتبقى اسهل لك. الروز دي في 2 عندك. ماشيه مع اللبس بتاعك اهي. بس هنحاول بصي بقى انه ايه نفردها كده في الصينيه. احنا جايبين لك الماتيريال تبع اللبس بتاعك. شفتي بقى؟ شفتي مدلعه. انا اللي مطقمه معاكم بقى. او انت اللي مطقمه على المطبخ. بس هنحاول ايه نعملها. صفحتك بقى او البيج بتاعتك اسمها ايه عشان الناس اللي حابه تتابع ماجي بقى وماهي سوري مش ماجي وماجي فرق في حرف علشان هي بتعمل تراث حلو قوي. هتضحكي لو قلت لك اسمها؟ لا قولي. انا عارفاها. اقول يعني انا؟ قولي. ماهي والمورستاني يا جماعه. ماهي والمورستاني. قولي لي بس اشمعنى مش هتندموا بقى يعني. قولي لي اشمعنى ليه ماهي ومورستان بقى؟ ما انا كان نفسي من زمان اسالك السؤال ده بس ما لقيتش فرصه يعني. هقول لك عشان انا عندي عيالي صغيرين ما شاء الله، يعني ربنا يبارك فيهم فعلا. معيشيني في مورستان بجد ربنا يحفظهم. يا رب اللهم امين. اساميهم ايه بقى؟ نور ما شاء الله 7 سنين ما شاء الله. وياسين ما شاء الله 4 سنين. ياسين ده دايما بسمعك وانت بتتكلمي. لا انا الغرام كلها بتسمعك قوي. بصي حاولي بصي ايه افردها بس ايه كلها سمك واحد. يعني هنا المعلومه ان احنا قسمنا البطاطس نصين، حطينا نص في الارضيه ونص على الوجه. بالظبط. والحشوه في النص. بس احنا عندنا بقى كفر تاني اللي هو الجبن الموتزاريلا. اوكي. ممكن بقى من غير جبن لو انت عايزه تلوني برده الوش بس صفر بيضه كده وفانيليا او فلفل اسود ويتحط على الوش. والفرن بقى يبقى ايه عالي متوسط؟ الفرن احنا كده دلوقتي مولعينه، ولع على 150 او على 200 على حسب فرنك. يعني 10 دقائق مثلا ربع ساعه قبلها بحيث ان هو يبقى محقق. اصل كله مستوي فهو هياخد وش. بالظبط صح كده. يبقى احنا عايزين شوايه، محتاجين شوايه بس. شويه بس كده وبعدين هنفتح الشوايه عشان تسخن بس تبقبق مع نفسها كده وندي وش. بس هي كده عملنا اول زي الفل. وننزل بالحشوه بتاعتنا الجميله. ننزل بالحشوه بسم الله. بالنسبه لي جميله قوي عشان الالوان. لا وريحتها والطعم هتلاقيه ان شاء الله هتلاقيه جميل يعني. ساعات بعمل الخلطه دي بحشي بيها بطاطس مراكب. ساعات بستبدل اللحمه بفراخ مقطعه. بالظبط. صدور فراخ مقطعه او وراك مش هتفرق بس يعني متقطعه صغير. والحشوه طبعا لو كتيره وانا شايفاها زياده ممكن اشيل دي في كيس واحطها في الفريزر. الله ينور عليك. تنفعني في اي وصفه. انا بحب كده قوي بقى. تنفعني في السحور اكسر عليهم بيضتين. صح كده. طبق سحور. صح كده. الله ينور عليك يا شيف ناجي. والله بنتي انا كويسه. بس عايزه اخد فرصتي. انا بس كده. نبدا نحط بقى الطبقه الثانيه من فوق. الطبقه الثانيه من البطاطس. بس ايه بقى بصي يعني بالراحه عشان نعرف نفردها. تمام. واعتقد في حاجه اقول لك عليها برده فقولي لي لو هي صح او لو انا جنبي طبق فيه شويه ميه ممكن اقابل السباشولا ديت وافضل افرد بيها هتبقى اسهل لي صح؟ ممكن زي ما بنيجي نعمل بقى الكنافه والحاجات دي. صح.
بس بصي هي بطاطس احنا منعمينها قوي وحاطين لبن وزبده كفايه، فهي هتتفرد بس حلو. ساعات مع ماتيريال حد غيرنا بتعمل الموقف ده، فاهماني؟ يعني ممكن تكون السباشر بتاعتنا مثلا كويسه عامله ده، ممكن حد ما عندوش دي فتلاقيه بمعلقه بتلزق وبهدل الدنيا. فبندي بس فكره للمشاهد ان هو ممكن يتفادى الحاجات الدفاع دي ازاي. ممكن طبعا. بس انا شايفاها بصراحه يعني وصفه فيها قيمه غذائيه كويسه، فيها نشويات وفيها بروتين وفيها خضار بصراحه، فوصفه يعني متكامله. طعمها تحفه. بعد الاذان بقى ندوق، بعد الاذان هندوق ونقول لك يا شيف ماهي. ان شاء الله. هنخش على الصفحه ونكتب لك ان شاء الله تعجبك. ماهي والمورستان يا جماعه، ما تنسوش ماهي والمورستان. هتلاقي على صفحتي بقى حاجات كتيره برضه حوادق، بس ايه، تخيلي البطاطس بيوري دي مش استغربت انت بتحبي لسه دي اول مره. انا ما عملتهاش قبل كده على القناه. هي جايه تجرب فينا يا جماعه. لا عملتها بالبيت، ما عملتهاش على القناه. ما انت ما عزمتنيش فما دقتش. لا عيا يا شيخ نجي. تسلم. عايزين بقى ندخل، عارفه انت، على حلويات رمضان بقى وجمال حلويات ان شاء الله، ان شاء الله في الحلقات الجايه ان شاء الله شيف معانا تبقى ماهي معانا اكتر من حلقه ان شاء الله. ان شاء الله. بس كده بصي يعني ايه، اهم حاجه بس نداري الحشوه. وكده كده احنا كمان هنحط جبن، فالجبن هتداري ده. بالظبط. هيبقى الوش النهائي اللي هو وش الجبن، هتبقى لذيذه كده. بس انا عارفه الديتيلز دي بحب اهتم بيها قوي، يعني بتضايقني اول ما الاقي حته حشوه مكشوفه كده، لا بتضايق. تمام. لازم اغطيها كده كلها. بصي هو كيلو بطاطس حلو قوي. يعني كيلو بطاطس تبع الطاجن ده. لا اتبقى منه. واللحمه كانت قد ايه معانا؟ ربع. ربع واتبقى منها اهو. تمام، ما احنا عشان زودنا خضار فزود. احنا كنا ممكن نحطها كلها بس كانت هتبقى مقفوره قوي. كانت هتبقى كتير قوي. وبعدين على رايك ممكن نستعملها في السحور. بالظبط. وكمان لو حطينا معاها شويه طماطم معصوره وعملنا شويه مكرونه باستا مسلوقين برضه هتبقى حاجه حلوه. عندك سمبوسه احشيها ممكن سمبوسة. فعلا، بس هنصفيها بقى عشان خاطر الميميه بتاعت الطماطم بس. بس كده خلاص خلصنا اهو. بصي تقريبا كل حاجه وندخلها الفرن وورينا وصفتك الثانيه هتبقى ايه. وبعد ما نحط الجبن طبعا هننضف بكلينكس كده عشان ما تبقاش البايركس يتحرق او حاجه. انا بحاول اهو انزلها من على البايركس من فوق عشان يبقى برضه سوا واحد. تمام. وبعدين الباقي هنمسحه بكلينكس. خلاص اوكي. دي بقى ايه؟ ودي بس البوله دي بعيد شويه كده عشان ابقى شايفه معاكي والمشاهد يبقى شايف. ده جبنه رومي ميكس. اي ميكس جبن متوفر بقى عندي في البيت، موتزاريلا، تشيدر، رومي، اي حاجه متاح. عندك جبنه رومي عاديه بشريحه، قطعيها قطع صغيره وحطيها. تمام. هو دلوقتي بقت متوفره الميكس دوت موجود في كل حته عشان ما اقعدش اجيب من ده ومن ده ومن ده، لان في واحده بتدي تيست، واحده بتدي لون، واحده بتدي مطه. بالظبط كده. عشان كده انا بحب احط الميكس ده بيدي ثلاث حاجات. الثلاثه بقى. بحب احط الثلاثه مع بعض. فهم دلوقتي في السوبر ماركت بيتيحوا لنا ده ان احنا نشتريه مره واحده. صح. هم عاملين كيس ريحوا دماغنا من كده على بعض. عاوز ربع ده وربع ده يا عم خد كله واخلص بقى. بص انا حاطه طبعا جبنه بفتره يعني. ايوه عشان موجوده ومتاحه عندك، لكن ممكن تحطوا حاجه بسيطه. حاجه بسيطه. فمش ده يعني مش ستاندر اساسي لازم الكل يعمل كده. ممكن يتشال خالص. تمام. ما فيهاش اي مشكله. يعني مش هتقول لا. بس احنا بقى هندخلها في الفرن ان هي بس يا دوبك تسيح تاخد الوش تبقى تمام كده، مش محتاجين ان احنا بس كده خلاص هندخلها بقى الفرن. تمام كده. هتحطيها على رف الوسطاني. على رف الوسطاني طيب حطيها على رف الوسطاني وجهزي لنا بقى طبق الحلو بتاعك كده. هتحطيه على رف الوسطاني. بالظبط. تمام. وتعالي بقى قولي لنا وصفتك الثانيه الجميله هتبقى ايه؟